السلام عليكم ورحمة الله. آه، بالنسبة في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح سير العمل، يعني سير عمل أوتوماتيكي أو ما يسمى بالورك فلو أوتوميشن. ماذا يقوم به هذا سير العمل؟ لدينا عدة مراحل، كل مرحلة تقوم بعمل خدمة معينة ثم تنتقل إلى المرحلة التي تليها. أولا، هذا سير العمل مقسم إلى 3 أقسام. المقصود من هذا سير العمل يعني مجملا أنه يقوم بإنشاء فيديوهات حسب طلبك، يعني يمكن أن تقوم فقط بإدخال برومبت وهو يقوم بإنجاز الصوت والصورة والفيديو ما إلى ذلك. سوف نبدأ بشرح التفاصيل. أولا، يجب أن يكون لديك مدخل المعلومات. يمكن أن نستعمل هذه العقدة أو ما يسمى بالنود. مثلا نقوم بفتحها، هنا يتم إدخال موضوع الفيديو. مثلا يمكنك أن تكتب باللغة العربية أو الإنجليزية: أريد مثلا شخصا يتحدث عن هذا الموضوع، والموضوع مثلا الاحتباس الحراري مثلا، ويعني تكون قد أعددت نصا عن طريق شات جي بي تي أو جيميناي، تقوم بوضعه هنا حسب عدد الكلمات والجمل التي تحتاجها. في الخانة الثانية يجب أن تدخل تفاصيل الشخص الذي سيتكلم والمكان يعني كيف سيكون هذا الفيديو، يعني هل سيكون في مكتبة، هل سيكون في حديقة وما إلى ذلك. تدخل تفاصيل الفيديو والشخصية التي تتكلم في الفيديو. تريد مثلا شخص أسود البشرة، أبيض، أوروبي، عربي، خليجي مثلا، يتكلم حول موضوع معين. هذا الموضوع هو الذي سيوضع في الخانة الأولى. بعد إدخال التفاصيل والبرومتات يعني بشكل منظم، تقوم بعمل submit. بعد عمل submit سوف تمر المعلومات من المرحلة الأولى. سوف نشرح ماذا تفعل المرحلة الأولى. voice creation يعني إنشاء الصوت أو الشخص المتكلم. مثلا بالنسبة للأوبن اي اي موديل، هنا يقوم بإنجاز هذا البرومبت الذي طلبناه منه، يقوم بإنجاز برومبت وصياغته بطريقة جيدة. يقوم بدفع البرومبت إلى ال11 Labs. 11 Labs هو موقع خاص بإنشاء الأصوات، تعطيه التكست أو النص ويحوله إلى صوت مقروء. هنا نحتاج عمل هذه الطريقة. لماذا؟ لنقوم بالدمج merge. ندمج يعني الصوت الذي أتينا به هنا يدمج مع إنشاء ما يسمى speech assets. ما الذي تفعل هذه speech assets؟ هي طريقة نقوم بدفعها للمستقبل هنا، وهو الهيدرا. الهيدرا يقوم بإنجاز الفيديو، لكن قبل أن ينجز الفيديو يحتاج الصوت موضوعا على شكل صوت داخل مغلف. الأسيت تعتبره مثل مغلف أو ID خاصة بالصوت. نقوم بدمجهم هنا، يعني يصبح لدينا ملفان: ملف صوتي مثلا MP3، وهنا ملف تعريفي بهذا الملف الصوتي. هنا خلقنا ملفا تعريفيا بهذا الملف الصوتي لكي يقوم هيدرا بمعالجته، لأنه يحتاج البيانات بهذه الطريقة.
يعني إذا قرأتم الدوكيومنتيشن أو يعني المساعدات، يعني النصوص المساعدة في كيفية إنشاء الصوت عن طريق هيدرا، يمكنك أن تفهم لماذا قمنا بهذه المرحلة. بعد أن ندمجهما هنا سوف يعطينا ملفين مدمجين، ملف واحد والثاني. نقوم بعمل هذه النود الكود التي تقوم بجعل الملفين ملفا واحدا برقم تعريفي واحد، لكنه في الداخل يحتوي على ملفان. هذه هي الطريقة التي يفهم بها الهيدرا الملف الصوتي. بعد ذلك ندمج الملف الصوتي بعد الاتيان به من هيدرا رفقة الملف الصوري أو الصورة القادمة من هنا. نشرح الصورة الآن. نقوم في البرومبت الثاني الذي وضعناه هنا في الفورم سبميشن، نقوم بوضع البرومبت هنا، ننجز صورة مطابقة لما قلناه في البرومبت. نقوم بعمل نفس الشيء لكي يفهم الهيدرا ملف الصورة. يجب أن تدفع له أو ترسل له الملف بنفس طريقة الملف الأوديو أو الفويس. تقوم بوضع assets أو تعريف بهذه الصورة لهذه الملف الذي أنجز هنا، وترسل الملف مباشرة، ويتم دمجهما في ملف مشترك يحتوي على ملفين مختلفين، يعني التعريف بالصورة والصورة. نقوم بعمل دمجهم في ملف واحد، ثم نقوم بعد ذلك بإرسال هذا الملف إلى الهيدرا ليتم تحميله في موقع الهيدرا. الآن بعد أن قمنا بتحميل الصوت وتحميل الصورة، سنبدأ في عملية إنجاز الفيديو. نقوم هنا بدمج الصوت والصورة في ملف واحد كالعادة. الملفان مقروءان من طرف الهيدرا، يعني يفهم كيف هي هذه الملفات. نقوم بدمج الملفين في نفس هذا الكود. نقوم بوضعه هنا أيضا ليدمج الملفين في ملف مشترك واحد. بعد ذلك نقوم في هذا المكان بإرسال الملف إلى الهيدرا ليقوم بعملية توليد الفيديو. نقوم بوضع هنا هذه النود أو العقدة، هي عقدة انتظار، يعني نبرمجها تنتظر 5 دقائق حتى يتم إنجاز الفيديو. بعد 5 دقائق نقوم بوضع هذه النود التي تقوم ب get the video، يعني تأتي لنا بالفيديو أو تأتينا بالفيديو، ثم تقوم بانتظار مثلا دقيقة حتى تأتينا بالفيديو، لنقوم بتحميل الفيديو هنا عن طريق هذه النود. ثم يمكننا عمل سيف أو تسجيل الملف عبر في الجوجل درايف أو في التليجرام أو في أي وسيلة أخرى لحفظ الملفات مثلا، وسوف تجد الملف محفوظا بهذه الطريقة. مثلا my drive any videos. نعم، سوف تجد الملف محفوظا بهذه الطريقة. مثلا هذا واحد من الملفات التي أنشأناها. هذا ملف بسيط، يعني نقوم بوضع مثلا بفتح ملف آخر الطريقة يعني ليست معقدة جدا، لكنها تحتاج بعض المعارف والمعلومات. سوف أقوم بمشاركة هذا الملف معكم لمن يريد تحميله. وبالنسبة يعني للشرح المفصل لإنشاء هذا سير العمل، فقط اتركوا لي يعني كومنتات أو ما يسمى برسائل
يعني من يريد شرح هذا نقوم بعمل فيديو مطول مشروح بكل التفاصيل. لمن يهمه الأمر المرجو الاشتراك في القناة ووضع اللايك وما إلى ذلك، يعني ليصلكم أي سير عمل أو workflow جديد قمنا بتحميله. شكرا.